حبايبي الأهلاوية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مليون مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. مباراة صعبة احنا اللي صعبناها علينا. احنا كان في ايدينا ان احنا نكسب ونخلص الكلام ده من الشوط الأول، بس اهو دايما كولر ولاعيبتنا لازم يحطونا تحت ضغط وتحت، يعني مش عارف، أعصاب. الله يكون في عوننا كجماهير، الله يكون في عوننا. احنا بأمانة الله يكون في عوننا بجد. احنا أعصابنا ودمنا اتحرق طول الماتش، حتى في ضربات الجزاء اعصابنا تعبت، يعني اعصابنا تعبت. وبعدين يا مستر كولر، انت دايس على الزمالك في الشوط الاولاني ومضيع في العارضه والقائم وانفرادات. غير بقى. يعني بدأت الشوط التاني حسيت ان في امام واقع، في حسين الشحات واقع، في كذا لعيب عندك واقع. غير يا عم. مش عيب والله ما عيب. وساعات بحس ان انت بتتشل كده في تفكيرك، خلاص بقى انت دماغك بتقف، خلاص خلي ال 11 اللي بيلعبوا خلاص، وزي ما تيجي جت معانا، جت ما جاتش خلاص. وبعدين برضه غلطت وريحت دفاع نادي الزمالك تاني بطلوعك لوسام ابو علي، ونزلت بيرسي تاو تلعبه مهاجم. انا مش عارف برضه ازاي انت اول مره تعملها، يعني عمرك ما لعبت بويرسي تاو مهاجم، بس لعبت وريحت دفاع نادي الزمالك. والحمد لله ربنا كرمنا، لان ما كانش، يعني الحمد لله ان احنا فزنا، لان ما كانش ينفع نخسر منهم، ما كانش ينفع نخسر من الزمالك ماتشين ورا بعض ببطولتين، واحده افريقي وواحده مصري. وبعدين بعد المجهود الجبار واللعب اللي احنا لعبناه ده، واحنا دايسين عليهم في الملعب طوال ال 90 دقيقة او الشوطين الاضافيين، دايسين برضو عليهم وهجماتنا خطر، وهم ما عملوش غير هجمة ولا هجمتين بس اللي هم يعني يذكروا، غير الكرة الاوفسايد اللي دخل الجون واوفسايد. بس الحمد لله. هرجع واقول اللي احنا مؤشر وحش لمباراة العين، والله ده مؤشر وحش لمباراة العين. اي نعم احنا مسكنا كورة والكلام ده، بس ده الزمالك يا جدعان، ده الزمالك، ده احنا نكسبه واحنا نايمين ننا، قسما بالله نكسبه واحنا نايمين ننا. ده الزمالك، يعني ده هم خايفين مننا، بيترعبوا مننا. شيكابالا لما لقى يوسف ايمن بيضيع ضربة الجزاء، عايز يخش ياخد اللقطة علينا. تخيل عايز يخش ياخد اللقطة احنا علينا عشان يجيبها ويروح يحتفل مع الجمهور بتاعه. بس الحمد لله الشناوي ده بطل، ده بطل الشناوي ده، محمد الشناوي ده بطل. شابوه ليك بجد يا شناوي. انت النهارده عملت 10 على 10 واديت دورك، وكنت بعد ربنا، ويعني انت السبب بعد ربنا الحمد لله. الشناوي عمل اداء عالمي في ضربات الجزاء بجد والله، وده ما يقللش من مصطفى شوبير خالص. الشناوي حارس كبير وشوبير برضه حارس كبير، بس الشناوي النهارده اللي عمله بامانه رجولي، والثبات اللي هو فيه والهدوء يعني لو واحد تاني مكانه كان ممكن اعصابه باظت. اه والله. يعني انت داخل عليك اخر، يعني انت كنت راكب ضربات الجزاء ومتقدم عليهم، وهو صادر واحده من حمزه المسلوسي، هوب يجي اسمه ده رضا سليم يقوم مضيع، وهوب يوسف ايمن يقوم مضيع. وبرده الشناوي ثبات وقائد وخبره، ربنا يحميك وربنا يعني يوفقك، واحنا كلنا وراك وبندعمك يا شناوي. وانت قد الثقه والدعم دي، ومليون مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. ويا ريت مستر كولر اهو يراجع حساباته، بلاش احب واكره كهربا زي في ماتش زي ده كان ممكن يفيدنا، في ماتش زي سيراميكا كان ممكن برضو يفيدنا. احنا بنلعب من غير مهاجم غير وسام بس، وانت طلعت وسام ما عندكش مهاجم تاني، كنت ممكن تنزل كهربا. بالتوفيق للنادي الاهلي. ويا ريت فعلا احنا محتاجين صفقات، قسما بالله فعلا احنا محتاجين صفقات، مع احترامي لكل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، بس احنا محتاجين صفقات، ومحتاجين ان احنا نخلص اللمسه الاخيره عندنا، والفينش مش حلو. ومليون مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي اللي انا واحد منهم، اهلاوي انا والفخر ليا. واهم حاجه اللي احنا كسبنا بتوع الكارت الذهبي اللي داخلين عاملين هيصه وميصه، والحمد لله احنا كسبناهم وخدنا منهم السوبر المصري. سلام يا علوية.